السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد وفاة الصحفي والإعلام المغربي أيوب الريمي في لندن على خلفية صراع مع المرض، قدم العديد من الصحفيين والإعلاميين برقيات تعزية ومواساة لأسرة الفقيد الراحل تغمده الله بواسع رحمته، وعلى رأسهم صديقه المكرم زكريا كرتي الذي قال بأن الريمي رحل بعد معاناة قصيرة مع مرض عضال لم ينفع معه علاج، مشيرا إلى أنه زاره في المستشفى قبل ساعات قليلة من وفاته، وقبل أن يتركه وجده صابرا قويا وشجاعا، وبقي شغوفا بالنقاش السياسي ومستجدات المغرب وفلسطين حتى آخر لحظة في عمره. وقال الخبير الاقتصادي كرتي: شجاعة أيوب شجاعة الرجال الأشداء، وكان صبره خارقا، ولن أنسى ما حييته كيف واجه المرض بكبرياء وعزة نفس. مات بعيدا عن وطنه، ولكن مات ووطنه في قلبه ووجدانه. آخر كلماتي له أنني عائد إلى لندن نهاية الأسبوع المقبل، وأريده أن ينتظرني لكي نتجاذب أطراف الحديث كعادة لقاءاتنا. وعدني بذلك، ولكن إرادة الله شاءت أن يغادرنا. وكتب أستاذه في الصحافة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال السيد عبد الوهاب الرابي: لم أصدق ولا أستوعب أن أتفيض روح أيوب بهذه السهولة. صديقي وأخي منذ فترة تحصيله بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، نزل علي الخبر كالصاعقة. تذكرت لقاءنا الدافئ ببرلين، واسترجعت تصورات كل من عاشروه عن إنسانيته بسبب لغته الرائعة وشجاعته الأدبية البعيدة عن كل تعنيف واكتمال تجربته. أنت في القلب والروح يا أيوب، كلنا نحبك وندعو لك. تعازي لسارة رفيقة دربك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تتوقف الشهادات في أيوب الذي كان قريبا من كل من عاش إلى جنبه في دروب مهنة المتاعب أو أثناء التكوين، لأنه كان شابا ألمعيا شغوفا بالصحافة والسياسة والاقتصاد، قارئا نهما ومنصتا جيدا، تمتع بصفات جعلت منه صاحب نظرة تحليلية عميقة لمجريات الأحداث السياسية والاقتصادية، داعين له بالرحمة وبالصبر لزوجته على هذا المصاب الجلل، وأعانها الله على الاستمرار بعد وفاة زوجها. وكانت سارة مثالا للأم والزوجة الصالحة والصبورة في الصحة والمرض وفي الرخاء والشدة، وستظل كذلك بفضل اجتهاداتها وجديتها وطيبة قلبها.